تعالوا نعمل النهاردة مع بعض اسكالوب بالبانيه من غير ما القشرة الخارجية تتقشر منك ولا تقع ولا اي حاجة. اتمنى تجربوه، لو عجبكم تقولولي في الكومنتات. اول حاجة انا جبت كده كيلو من البانيه، هغسله وكمان هعمل له محلول كده. انا بعصر عليه ليمون بعد ما بشطفه، بعصر عليه ليمون وبسيبه 10 دقايق وبرجع اديله شطفه كمان. ما بيبقاش في الفراخ ريحه زفاره خالص، بتبقى حلوه جدا. ممكن تجربوها كمان في الفراخ، بتبقى جميله جدا، وفي البانيه برضو بتبقى جميله جدا. اول حاجه كده انا هقطع بصلتين في الكبه، هفرمهم ناعم جدا، وطبعا على حسب الكميه اللي انت عايزاه عاملاها. وبعد ما هضربه حلو جدا في الكبة هفرمه. هاخد المية بتاعته، بس انا عايزة مية البصل النهاردة بس، مش هستعمل الطفل بتاع البصل. وكمان هعصر طماطمية برضه، هاخد المية بتاعتها بس، انا مش عايزة الطفل بتاعهم خالص. هحط ملح، فلفل اسود، سوري الملح ما تصورتش، هنحط ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، وهحط كمان توم باودر وبصل باودر و7 بهارات. هحط ربع معلقة من كل حاجة، ربع معلقة صغيرة من كل حاجة. وهقلب كل المكونات دي كده مع بعضها. وهنا هقسم الخليط ده نصين، عشان انا هعمل مشوي وهعمل مقلي، هعمل بانيه مشوي وبانيه مقلي. قسمنا كده المكونات دي مع بعض، وحطيت على اللي هو الاسكالوب، حطيت عليه معلقتين كبار من اللبن، والتتبيله بتاعه المشوي انا هحط عليها معلقه صغيره من زيت الزيتون، هو بيديله لمعه بس مش اكتر. عايزين تستغنوا عن الزيتون عادي جدا، عايزين تحطوا زيت عادي ممكن برضو. وهنا انا هقسم البانيه نصين، النص اللي حطيته هيتقلي تمام، حطيته وغطيته وحطيته في التلاجة مش اقل من ساعتين، ما يقلش عن ساعتين، سواء المشوي او اللي هو الاسكالوب. هنا بقى حضرت معاكم، حطيت كوبايه من الدقيق، وحطيت برضو كوبايه من البقسماط او الفيجيتار. الدقيق هحط عليه معلقه كبيره من النشا، وهتبله بنفس البهارات اللي تبلت بيها الاسكالوب بالبانيه. حطيت فلفل اسود وبهارات فراخ، وهحط توم باودر وبصل باودر وملح. هنا النشا بتديله قرمشه حلوه جدا، فما نشيلهاش. وهنا حضرت بضايه، وهحط عليها معلقتين كبار من اللبن، وهحط كمان عليها ملح وفلفل اسود. وهقلب بقى كل ده كده مع بعضه. وبعدين هبتدي ان انا احط الاول البانيه في الدقيق، وبعدين هنزله في البيض، وبعدين هحطه في البقسماط. الخطوه بتاعه البقسماط ادوس عليها شويه، ادوس عليها ببطن ايدي كده، بحيث ان الطبقه تلزق عليها ما تتحركش عشان ما تفكش. وهنا هعمل معاك واحده كمان برضو، هنحط دقيق وبعدين بيض، بنفضها كده من الدقيق وبنزلها في البيض، وبرجع احطها في البقسماط، وبرضو بضغط عليها عشان الطبقه تلزق عليها كويس. هنا بقى انا هنزله في زيت يكون سخن جدا،
وهنا دخلت اللي هيتشوي في الاير فراير. لو مفيش اير فراير عادي جدا نعمله في الطاسه او في الجريل، مش هيحصل اي حاجه. رشه بزيت بسيطه او دهن بزيت بسيطه وهحطه. اهم حاجه في خطوه الشوي ان هو مفيهوش التفل ده عشان ما يتحرقش منك في الطاسه. بس كده، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. باي باي يا حلوين.